ازاي تبسط نفسك في مطروح بأقل مجهود؟ يلا بينا. مطروح أرض الفيروز واحدة من أهم المصايف في مصر الفترة الأخيرة، وموجود فيها أحسن وأنقى شواطئ اللي ممكن تشوفها في حياتك، ومشهورة بالتين واللب وزيت الزيتون. فأنا النهاردة هاخدكم في جولة ليومين حلوين في مرسى مطروح. تعرف ايه عن مطروح يا معاذ؟ مطروح جنة وروح. أول حاجة حجزنا الباص تبع شركة أفريكان، والفرد ب 200 جنيه من المنصورة لمطروح، والباصات كانت حديثة وحلوة أوي الصراحة. وصلنا مطروح 9 الصبح، وبالتحديد فندق ريال كراون اللي موجود على الكورنيش. حجزت الفندق من على بوكينج، وكانت الغرفة الوحيدة المتاحة غرفة ثلاثية بدون مكيف مع إطلالة جانبية على البحر. مستوى الفندق 3 نجوم، والسرير كان صغير أوي يدوب على معاذ. بس الصراحة موقع الفندق كان استراتيجي، جنبك شارع اسكندرية وموقف الشواطئ البعيدة وكل حاجة ممكن تحتاجها. ده غير الفيو التحفة بتاعه. سعر الغرفة اللي كان 800 جنيه في الليلة احنا التلاتة. وبعد مشوار طويل كان لازم نفطر فطار تقيل. رحنا عند التركي عشان نفطر الفطار البدوي بتاعهم. القعدة عندهم بتكون قعدة عربي، وبينزل لك الفطار في طبلية صغيرة كده. هنفطر يا معاذ؟ واحد فول، واحد عدس، واحد كبدة، واحد كمونية. اسمه عدس؟ انا بقى بدو بقى خلاص، بدو زيهم بقى. طلبنا كل الفطار اللي عندهم. طلب فول ب20، وطلب عدس ب20، وطلب كبدة ب70، وطلب كمونية ب80. هما بيفطروا حاجات تقيلة على الصبح، بس صراحة الفطار كان حلو قوي، خصوصا الكبدة والعدس والكمونية. لازلازة غوش. بتحب الأكل البدوي يا معاذ؟ وبعد الفطار بينزل لك براد شاي بيسموه زردة، ده اساس عندهم بعد اي اكله. وتاني يوم رحنا عند كوكو العرب القديم، جبنا نفس الفطار وتقريبا نفس الاسعار وكل حاجه، بس اللي ملوش في الضاني ما يطلبش الكبده. فلو جيتوا مطروح جربوا الفطار البدوي بتاعهم، حتى لو مره واحده هتتبسطوا قوي. نيجي بقى للشواطئ. مطروح مليانه شواطئ كلها احلى من بعض. احنا رحنا 3 شواطئ في اليومين اللي قعدناهم، وحبينا يكونوا شواطئ اول مره نروحها. واول شاطئ رحنا بدري قوي، ولو معاك عربيه هتدخل جنب فندق كارلوس اللي موجود على طريق الأبيض. هتدخل بالعربيه مع الطريق واليافطه الزرقاء لحد ما تلاقي الطريق خلص، هتركن وتتمشى شويه صغيرين للشاطئ. ولو جاي مواصلات هتنزل قدام فندق كارلوس عادي، وهتتمشى شويه حلوين لحد ما تلاقي الشاطئ. صباح الفل. النهارده مع ابو حنين صاحب بيج على الفيسبوك وعلى اليوتيوب مطروح جنة وروح. فالنهارده رايحين مكان جامد جدا اول مره نروحه. انا عامل لكم حاجه كده مختلفه، زردة كده، حاجه بيسموها زردة. ابو حنين بقى هيعمل لنا شاي زردة على اصوله. يلا يا كبير. يلا بينا. هنحط الميه طبعا اول شيء على النار. طبعا المفروض نولع فحم وكده، بس احنا عشان اختصار من الوقت بنجيب البوتاجاز ده معانا، وعشان لو شدت الريح تمام. بعدين بنجيب يا سيدي الشاي الزردة بتاعك، بيكون اصلا معاك زي كده اهو. ده الشاي الزردة، الشاي الليبي تمام اهو. شايف شكله اهو يا جماعه اهو. ده الشاي الزردة. بتحط كميه حسب اللي انت الميه اللي انت هتحطها. طبعا الشاي ده فيه ميزه جميله جدا، انك بتقعد تسيبه على النار يغلي براحته. الشاي ده لازم ينطبخ يا جماعه، لازم ينطبخ. تحط له السكر في الشاي بالشكل ده، وتعلي النار عليه، واول ما يبدا يغلي وطي نار خالص وسيبه بقى. احنا هننزل الميه نستمتع ونسيبه هو مع ياخد نفسه وقته. ايوه، وبعد شويه نكمل مع الهنا. النهارده احنا في شاطئ الجونة، واحد من الشواطئ السرية في مطروح. وتاني شاطئ رحنا العصر، شاطئ الأبيض للقوات المسلحة. دخول الفرد ب 100 جنيه شامل الشمسية والكراسي. هو كان زحمة قوي الصراحة، بس يعتبر واحد من أحسن الشواطئ اللي في مطروح اللي فيها خدمات. إيه رأيك في المياه بتاعت مطروح يا معاذ؟ يا عم ده الواحد بيعوم في ميه معدنيه يعني. معاذ لتعليم السباحة بيعلمني ازاي انام على ظهري. اي كورسات اي حد خليه اي حد خليه. ركبنا بقى البنانا بوت ب 70 جنيه للفرد، وصراحة استمتعنا بيها جدا. ومش عايز اقول لكم على منظرنا واحنا بنقع، كان يموت من الضحك، ومعاذ كان بيتشاهد. معاذ حسيت بايه وانت بتعمل بنانا بوت بقى وانت في الغريق؟ والله كان بيموت يا جدعان. معاذ كان بيموت لو كنت شفت منظره. وتالت شاطئ رحناه الشاطئ العام اللي كان جنب الفندق، كنا بننزل فيه في اي وقت. والصراحة أنا مش مصدق إن ده شاطئ عام في وسط المدينة. إيه الحلاوة والنظافة دي! ومطروح كشواطئ حاجة روعة جدا، إنما المدينة محتاجة شغل وتطوير كبير الفترة الجاية. وفي الغروب رحنا ماكدونالدز موجود على الكورنيش وجنب الفندق برضه، مصنف من أحلى فروع ماكدونالدز من حيث الفيو بتاعه. جبنا ميلك شيك ب 61 جنيه، لأن الميلك شيك بتاع ماكدونالدز عظيم، والأسعار في ذمة الله.
فجربوا مرة تروحوا ماكدونالدز، القعدة في الغروب هناك ما تتفوتش. نيجي بقى للغدا أو العشاء، احنا كنا بنجمع الاتنين مع بعض عشان الفطار كان بيسد معانا طول اليوم. رحنا عند كوكو العربي اللي في شارع اسكندرية، متخصصين في الأكل البدوي والمشويات، وعندهم قعدة عربي برايفت عشان تقعد براحتك. الأكل بدأ ينزل والرجالة كانت جعانة على الآخر. طلبنا بقى مبكبكة فيها ربع لحمة ب 190 جنيه، وفرخة كاملة مشوية ب 240 جنيه، وتلت طرب ب 220 جنيه، وطلب كبدة ب 100 جنيه. ده غير بقى السلطات والملوخية وشغل فاخر من الآخر. والصراحة الأكل كله كان جميل، مفيش فيه غلطة، واتبسطنا جدا. ويوسف بقى روق علينا ونزل لنا كل أنواع السلطات اللي ممكن تتخيلها. وكان معاه في الطلعة دي صديق الأكيل معاذ، وصديق الأكيل برضه بركة. تاكل بقى الأكلة دي من هنا وتنام من هنا على طول. وطبعا ما ننساش الشاي بتاعهم اللي بينزل بعد أي أكلة. وتاني يوم رحنا عند أسماك أبو العربي عشان ما ينفعش نكون في مطروح وما ناكلش أكلة سمك جامدة. بتختار بقى السمك اللي أنت عايزه وتوزنه بأسعار اليوم. جبنا بقى سمكة قاروص وسمكة دنيس، الكيلو منهم ب 350 ل 400، وسمكة بوري الكيلو منها ب 180، ونص جمبري وسط الكيلو منه ب 450، ونص فليه الكيلو منه ب 250. والصراحة السمك كان نضيف جدا، بس التسوية عندهم مش أجمد حاجة. وزي ما احنا عارفين بعد ما تخلص أكل بيديك الشاي الزردة بتاعهم. وما ينفعش تروح مطروح من غير ما تجيب مانجا من القادسية. كل مرة باجي فيها لازم أجيب لتر مانجا قطع ب 40 جنيه. وبجد المانجا عندهم رهيبة يا جماعة، لازم تجربوها. وبالليل خدنا جولة على الكورنيش وأجرنا بيتش باجي النص ساعة ب 100 جنيه. اتبسطنا جدا بالبيتش باجي، بس الأحلى اللي انتوا تأجروه الصبح بدري قبل الشروق، الدنيا بتكون فاضية والتصوير بيكون أحلى. وقلنا نختم يومنا بسينما، رحنا سينما الماسة اللي موجودة بعد البنك الأهلي. دخلنا فيلم مرعي البريمو ب 70 جنيه. هي سينما متواضعة شوية، عبارة عن قاعة أفراح مكيفة وكراسي بلاستيك. والصراحة فيلم مرعي البريمو ما كانش قد كده. وبكده نكون قضينا يومين حلوين في مرسى مطروح. وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.